السلام عليكم. صلوا على سيدنا محمد. ندخل في التفاصيل الموضوع النهاردة. هنتكلم النهاردة عن راجل عجوز كان بيعيش في قرية بعيدة جدا. كان أتعس شخص على وجه الأرض. كل سكان القرية زهقوا منه لأنه دايما كان محبط على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمر يوم دون أن تراه في مزاج سيء. وكلما تقدم في السن ازداد كلامه سوء وسلبية، وكان سكان القرية دايما بيتجنبوه قدر الإمكان، فسوء حظه أصبح معديا، ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه. دايما ينشر المشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله. لكن في أحد الأيام لما بلغ هذا العجوز من العمر 80 عام، حاجة حصلت غريبة وبدأت إشاعة عجيبة في الانتشار. الناس طلعت وتقول الحقوا، ده الراجل العجوز سعيد النهاردة، ده ما بيزهقش، ده بيبتسم والابتسامة مالية وشه، ده ملامح وجهه أشرقت واتغيرت. تجمع القرويين عند منزل هذا العجوز، وراح واحد منهم سأله: هو انت ايه اللي حصلك النهاردة؟ العجوز لما قال لهم بقى على السؤال قال لهم مفيش حاجة حصلت، مفيش حاجة مهمة. انا قضيت عمري 80 سنة بطارد السعادة بلا طائل، وبعد كده قررت بعدها اني اعيش من غيرها واني استمتع بحياتي بس. علشان كده انا سعيد النهاردة. تفتكروا يا جماعة الخير اللي سمعت معايا القصة دي لحد الدقيقة اللي أنا فيها دلوقتي، العبرة المستفادة من القصة القصيرة دي إيه؟ أعتقد إن أنت ما تطاردش السعادة، وبدل ما أنت بتطارد السعادة في كل مكان استمتع بحياتك بس. دي العبرة اللي في الحكاية. أتمنى إن أنتوا تكونوا استمتعتوا بيها زي ما أنا استمتعت بيها.